السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. نهار جديد، فيديو جديد ان شاء الله. اليوم مشينا في واحد الخريجه خفيفه نطلعوا على عائله مقربين. غنديروا جوج زيارات في عشيه وحده كما تشوفوا معايا. غنمشيو دابا عند العائله الاولى، ندخلوا نسلموا عليهم ومن بعد نشارك معكم الطبيعه ديالهم. هنا كما تشوفوا معايا من بعد ما تغدينا وكلينا والحمد لله كرمونا هاد الناس الله يجازيهم بخير. هنا كيف العاده خرجت نوري لكم الطبيعه اللي حدا الدار عندهم. وريت لكم الفاصه دابا يلا تتنوض هي هادي خضره تبارك الله. وهذاك التراكتور تيحرث كذلك حيت هاد الوقيته هذه ديال الحرث، يعني كاع الناس يقلبوا في الاراضي دابا. هادو التيوات ديال الكوتاكوت دخل لهاد المنطقه هذه. وهنا غنوريكم شجر ديال الزيتون تبارك الله ما شاء الله. هذا ديال الزيتون قالوا لي هذا الزيتون ديال برا، يعني تبارك الله عطي الغله مزيان. هذا كله ديال البلاد، وواحد الصف زيتون ديال وقيله قالوا ديال الصبليون. تبارك الله عطي الغله زوينه في هذه المنطقه هذه. هاد البلاصه سميتها ولادي اللول. الناس اللي تيعرفوا تما هاد البلاصه سميتها ولادي اللول، بعيده خارجه شويه على سوق السبت. هنا صورت لكم الحواله كما تشوفوا. وهنايا عجبني المنظر ديال القرعه كيفاش دات في الشجره ديال الزيتون كما تشوفوا معايا. وهذه اللويزه سبحان الله اول مره غنشوف اللويزه بهذا الشكل. هذا قيل الغنباز، هذا النوع ديال الورد. هذا فليو ديال برا حتى هو تيقولوا ليه فليو ديال الطاليان ولا ما عرفت ديال الصبليون. هنا هادو الانواع ديال النعناع ديال الاتاي وداك الشيء. هذه ملقمه، هذا مرد الدوش، وهذه السلميه. المهم لخربقت الاسماء سمحوا لي، انا تنظن هذه السلميه. هذا فليو كما قلت لكم فليو ديال وقيله واش قالوا ديال الطاليان ولا ديال الصبليون. المهم ريحه فيه فنه. هذا غير واحد جدير ديال المعطرشه وانا هنا كنت شاده الحريقه مشيت تسحب ليا واش هي هذيك المعطرشه. الحريقه كاينه واحد الحريقه ملسه داكشي علاش غلطت فيها. هنا هذه لالويفيرا. المهم هاد السيده هذه مسكينه الله يجزاها بخير، خديت ليها من كل فنين طرف، خديت ليها شويه من الحاجه. تابعوا معايا الاخير ديال الفيديو غتشوفوني غادي شنو غندير بهم. هذه المخينزه. صافي تما سالت الجوله ودابا شدينا الطريق نمشيو للجوله الثانيه. هنا مشينا لعند دار جداتي الله يرحمها مسكينه والله يوسع عليها، يعني بقاو غير الاخوال. مشينا شفناهم حتى همايا. ومن طبيعه الحال ندير لكم جوله في الطبيعه اللي حداهم. المهم هاد الفلوقات هادو كلهم تخصص طبيعه. الصراحه مناظرات زوينين دابا، واخا يلاه بدات تصب الشتا، يعني الدنيا يلاه بدات تخضر، ولكن تبارك الله ما شاء الله يعني كاين ما يتشاف. واخا هنا تيبغي شهر 3 شهر 4 فين تكون الدنيا زوينه. انا كما تشوفوا معايا حنا داخلين، وهذوك اللي تشوفوه هما جبال البلاصه المتوسط يعني قرابين بزاف. الصراحه مشينا كان العشيه وفات الحال وما كنت بغيت ندير شي طليعه على الجبال كاين ما يتشاف. المهم من بعد ما دخلنا وارتحينا بدا معكم في التصوير عاوتاني. بديت لكم بهاد الفريخات هادو اللي عجبوني الصراحه، تيدير واحد الصوت رائع. داك الصوت كان مخلط بالصوت ديال الوليدات علاش حيدته. المهم حتى الصراحه تيونسوا، عجبني الشكل ديالهم. هذا انيه من الفخار. هذا بالتصميم ديال الخاله ديالي حتى هي الله يعطيها صحيحتها والله يشافيها، وولاد خالي هما اللي صبغوها. هذا الحبق من طبيعه الحال كلكم تعرفوه. المهم يعني هذاك الشيء اللي كان وسط الدار صورته لكم. هنا برا هذا هو هنا كان المهم بحال شكل ديال الواد، ولكن هما تيقولوا ليه الصفايه، يعني كان من قبل تيدوز فيها الماء، اما دابا كما تشوفوا يعني عمرات بالتراب وداك الشيء، يعني ما بقاتش صالحه للاستعمال. كما قلت لكم قبيله هما جبال الاطلس المتوسط.
وهذه الدار من برا. وجبتكم هنا وريت لكم القرعه. خلاص شفتوها معايا في الفيديو اللي فات. شفتوها معايا كبيره، هنا باقا يلاه صغيره، يلاه تتكبر. هذه القرعه الحمراء ديال الكسكسو، هذه النعناع ملقم مخشي في وسط القرعه. هذه خاسره، لقيناها خاسره قرعه يعني خماجت. هذا ايضا الملقب. المهم هذا اللي تتشوفوه معايا هنايا هذا رجل الخلعه. هذا تيجري على الفراخ تيخلعهم باش ما ياخذوش الزريعه اللي تحطات في ديك الارض، وسميتو الفزاعه باللغه العربيه. هنا كما تتشوفوا معايا شجره الزيتون. هذا العود. الصراحة العروبية تتبقى رائعة بكل مقاييس. أنا بعدا تنحماق على أي حاجة طبيعية، طبيعة، شجر، الجبال، سيرتو الشلالات ديال الماء، هذوك هما الروح والعقل عندي. نمشي نكمل معكم الجولة. هنا الحوالة غنيين على التعريف، بغيت أنا نوريهم لكم حتى هما. وهنايا جيت نشارك معكم الفران. سبحان الله العظيم، كل منطقه وكيفاش يديروا الفران ديالهم. المنطقه ديالتنا حنا هكا تيديروا الفران، يعني تيدار بحال الفران ديال الدار. هنا مهزوز من الارض. وهذه نخله فاش في صغرنا يعني كانت صغيره، ما كناش نقولوا راه غتحطي الغله، ولكن لقيت حقي باقي مخبيها هو. المهم حقي ولا ماشي حقي، راني خديته، لقيته خديته. هنا تيتسناوه باش يطيب. هما هادو اللي خديت. وهذه واحد الوريده قال لي سميتها المحكمه، انا ما عمري ما شفتها ولا عرفت سميتها، قال لي سميتها المحكمه. يلا صغيره والاخرى يلا تتنوض. هذه القرعه كذلك. وهذاك الدجاج البلدي. وهذه البلاد كلها ما شاء الله الخضره كيفاش تبان. هذا غير شهر 11، شهر الاخر ديال 10 والاول ديال 11، والطبيعه كيفاش دايره. اما شهر 3 و4 ما شاء الله كيفاش تكون بالعمان وبالورد الصفر. هذا الكلب هذا ما خلاناش ندوزو، ولكن لحسن الحظ كان مربوط وغير ما لقاش كيدير لينا، ما كان ينقز علينا. جبتكم هنا الجرده اللي من مورا الدار، حتى هي فيها ما يتشاف. نبدا لكم هنا بالداليه ديال العنب، وموراها كاين الزيتون. هذه شجره الكرموس الكرم. هذا الرمان. هذه شجره البرقوق، ماشي وقتو دابا. هذه الشيبه. وهادو كان فيهم النحل ولكن دابا خاويين. هما هادو ديال النحل. وهنا كان فيه النحل، الخدايم هادو التحتانيه كان فيها النحل، يعني الله هرب عليها غير مؤخرا، خلى فيها غير الشهده فقط. هانتوما كما تشوفوا كرمات، يعني ما فيها لا عسل حتى شي حاجه صافي. وهنا الجبال كما قلت لكم راه فيهم السكان، هما الديور تيبانوا صافي. تقريبا بدات يظلم شويه الحال، يعني اعتقد شديت هاد الشويه هذا. وراها شدينا الطريق باش نرجعوا بحالاتنا. المهم فيديو ما يحبسش هنايا، باقي غنزيد لكم المقطع ديال فاش مشيت غرست هذاك الشيء اللي جبت من عند السيده لويزا ولا لويفيرا، وهذاك فليو ديال
في اليو ديال برا حتى هو. واخا راه ماشي وقتهم هذا، وتنتمنى ان شاء الله زعما يديروا يحياو، حيت لان هاد الوقيته ماشي ديال الغرس. المهم غنغامر وصافي. يلا بقاو معايا حتى تشوفوا كيفاش غادي نزرع داكشي، وعاوني الوالد ديالي الله يشافيه ويعافيه يا ربي. المهم بقاو معايا. هادو النباتات اللي خديت البارح اللي وريت لكم. هذه الالوفيرا، ما عرفتش هي هذه الفراي اولا لا. وهذا فليو، هذا تيبان لي فليو ديال الصبليون. وهذه هذا العبدي، هذا النعناع العبدي. وهذا سبحان الله نوع ديال اللويزه. المهم نحاول نغرسهم هنا في هذا الحوض. هذا فيه شويه ديال المنسيون ونعناع مرقب. غادي نغرسهم غير على ما نمشيو ان شاء الله، نحاول نقلعهم بالتراب ديالهم. وملي نمشي للدار نوريكم ديك الساعات ان شاء الله كيفاش غادي نزرعهم. عندهم واقيلا في محبقات، عندي محبقات صغيورين. المهم دابا غادي نديرهم هنا في الارض ونسقيهم باش ما يموتوش. انا واحد 3 جوغ بحال هكا على ما نمشيو، ومن بعد ان شاء الله نحاول نديهم هما التراب ديالهم. بقاو معايا. في الاول هنا انا اللي بديت تنحفر، ولكن كانت العتله يعني ما زويناش، وعاد جاب الوالد ديالي عتله واحده اخرى وهو اللي كمل ليا، وعاد انا كملت من بعده. هنا هذاك اللي هو نجيبوا ليه الماء. حنا كل وحده بوحدها. يلا فهمت. بقى وحده. ولا دوك الصغيورين كاع ماشي مشكل. كاين ما فتي ولا جبنا مسطر من الدار؟ ها؟ اش خصو؟ وهنا كما سمعتوا جاتو مكالمه ومشى يهضر في التليفون، انايا خديت عاوتاني العتله وبديت تنكمل عليه. هنا خرج في الصخره وبقيت تنحفر. ملي جيت لحقت لالوفيرا كان الجدر ديالها حتى هو طويل. المهم يعني ضربت معاها باش نوقفها، واخا هو راه فاش جا عاود كاع داكشي اللي غرست انا يعني حتى هذه ما كانتش داخله مزيان، حيدها وعاود حفر ليها مزيان. المهم كان هذا هو الفيديو. وصلت معكم النهايه ديالو، نتمنى يعجبكم. الى فيديو لاحق باذن الله. السلام عليكم.